الجمهور يتغزل في الجميلة ياسمين صبري وآخر كده إطلالة في 2023 باللون الأحمر، ودعت بيها السنة القديمة وبتستقبل بيها سنة جديدة. تعالوا نشوف الخبر مع بعض، بس ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو أول مرة تشوفوني وتحطوا لايك جميل زيكم. خطفت الفنانة الجميلة ياسمين صبري الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها لتودع عام 2023 باللون الأحمر. ونشرت ياسمين صبري صورتين لها من جلسة التصوير الأخيرة عبر حسابها على انستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وجاءت التعليقات كالآتي: جمالك أحلى من جورجينا والله، الجمال المصري ملكة جمال مصر، الحب كله والقمر. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو فيلم أبو نسب، وبيعرض حاليا في جميع سينمات مصر، وبيشاركها البطولة محمد عادل إمام وماجد الكدواني، ويعرض حاليا. ده كان خبرنا النهاردة عن الجميلة ياسمين صبري. أتمنى إن هو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك جميل زيكم، وتشتركوا في قناتي لو أول مرة تشوفوني. دمتم في حفظ الله ورعايته وأمنه. مع السلامة في خبر جديد.